السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد حسن وفيديو جديد من قناة أهلاوي الأبد. المصائب لا تأتي فرادى مع النادي الأهلي خالص. نخلص من كارثة ندخل في كارثة جديدة، من مصيبة لمصيبة جديدة. محدش مريح النادي الأهلي، يعني كارثة كارثة بكل المقاييس. إزاي النادي الأهلي يوافق إن هو يلعب بطولة السوبر المصري بحكام مصريين؟ مش فاهم إزاي بصراحة. يعني تعيين حكمين ما شاء الله عليهم ملاكي زمالك، ملاكي، الغندور او محمود ناجي. تخيلوا بقى، يعني يا ناجي يا الغندور هم اللي هيحكموا ماتش الاهلي اللي جاي، وعاشور احتمال كبير يكون في الفيديو او محمد عادل. فاربع حكام دول معجونين زمالك، فهم اللي هيحكموا ماتش الاهلي وسيراميكا في كاس السوبر المصري في الامارات. فمش عارف الاهلي مستني ايه، يعني كابتن الخطيب مستني ايه لما تحصل كارثه جديده ونخسر السوبر؟ يخرجونا بقى بضربات جزاء بأي حاجة، جون مش صح، أي ما هم ما بيغلبوش، ما احنا شفنا منهم كتير المواسم اللي فاتت. ازاي اصلا موافقين لغايه دلوقتي؟ النادي الاهلي موافق ان واحد زي محمد فاروق ده، حكم يعني تاريخه منيل ب 60 نيله مع النادي الاهلي، هو اللي ماسك اصلا لجنه الحكام دلوقتي؟ انا ما مش فاهمها بصراحه. يعني مش فاهم النادي الاهلي مستني ايه. احنا كلها خلاص يعني 15 يوم، 15 يوم وكاس السوبر يبتدي، كاس السوبر المصري. طب ايه؟ مستنيين لما كارثه تحصل في ماتش سيراميكا ونخرج وخلاص بقى النهائي يتلعب ما بين اي حد يوصل النهائي، مش فارقه بقى، سواء بيراميدز او الزمالك مع سيراميكا، والاثنين اي حد منهم يفوز بالبطوله. فمش فاهم بصراحه يعني. هاي ده تخاذل ولا ده يعني لسه شويه وهياخدوا قرارات؟ بس هتاخدوا قرارات امتى يعني؟ مش عارف. فيا ريت حد يتحرك في موضوع التحكيم ده، لان احنا مش هنفضل بقى نخسر بطولات بسبب التحكيم يعني. حكام مصريين زملكاويه ومعروف انتمائهم هم اللي حكموا ماتش الاهلي، فخلاص يعني الموضوع معروف. مش كل الماتشات بتخلص مع الاهلي بسهوله، وماتش سيراميكا هيبقى رخم، وايمن الرمادي رخم وما بيحبش الاهلي. فيا مسهل، يا رب حد يتحرك. دي اول كارثه. تاني كارثه القندوسي طلع كده بتصريحات غريبه وسمسره، وامير توفيق والوكلاء وصفقه بالعيد وصفقته هو، واكيد صفقه محمد بن رمضان. يعني الدنيا كده متلخبطه، وقال تصريحات غريبه. حسيت ان هو يعني ايه بيخلع من النادي الاهلي بس بالطريقه. حد زقه كده ان هو ايه، يلا بينا ايه نخلعك. فظهر في اون تايم الشيطانه، يعني ظهر عادي، والراجل قال حاجات غريبه ما سمعناهاش قبل كده. اتعمل معاه تحقيق طبعا، كابتن محمد رمضان استدعاه، لان احنا عارفين طبعا ان قندوسي اعاره السيراميكا. استدعاه واتعمل معاه تحقيق هو ووكيله. طلب عدم حضور امير توفيق مدير التعاقدات، برضه مش عارفين ليه. وقال ان هو معاه ادله ومعاه رسائل مسجله ورسائل صوتيه والكلام ده. الله اعلم طبعا من صحه الكلام ده، ما نقدرش نحكم عليها. بس لو الاهلي فيه حاجه زي كده تبقى مشكله كبيره جدا يعني. طبعا انا اشك ان الاهلي يكون فيه مشكله بالشكل ده، لكن مش بعيد، يعني مفيش حاجه بعيده. فطبعا اكيد الاهلي هيتخذ الفتره الجايه دي اجراءات قويه جدا في التعاقدات، ونعرف ايه اللي بيحصل اكيد. لان الكلام ده لو اللي اتقال صح كارثه. لو اللي اتقال صح ان احنا بتضيع مننا صفقات جامده، يعني بالعيد ده كان مدافع قوي جدا، محمد علي بن رمضان، وحاجات تانية كتير ضاعت مننا. هل بسبب فعلا عمولات وحاجات في يعني مشاكل مع الوكلاء بسبب السمسرة والكلام ده؟ تبقى مشكلة كبيرة. فنتمنى يكون في توضيح من النادي الاهلي في النقطة دي بالذات، لان احنا لازم نفهم، لان في صفقات جامدة جدا راحت من الاهلي بسبب القصة دي. هنشوف يعني، نتمنى بقى ان الاهلي ياخد خطوات كده زي ما قلنا في التحكيم. هنشوف موضوع القندوسي ده هيخلص على ايه. الاهلي داخل في ماتشات جامده، عنده كاس السوبر، هتبقى خطوه مهمه لو كسبنا كاس السوبر لماتش العين الاماراتي، لانه ماتش مهم جدا طبعا. احنا عارفين ان ده ببطولتين، في الانتر كونتيننتال وافرو، بطوله الافرو اسيوي اللي رجعت تاني، فده ماتش ببطولتين مش ببطوله واحده. فنتمنى الاهلي يفوق الفتره دي، واللعيبه كلها تركز، اللعيبه اللي خرجت الفتره اللي فاتت كده عن نظام النادي الاهلي ترجع تاني. كابتن محمد رمضان يظبط غرف الملابس،
علشان الدنيا ما تبقاش سلاح مداح تاني. يلا خير ان شاء الله، واشوفكم في فيديو جديد مع اهلاوي الابد. السلام عليكم.